عند الدخول إلى أشهر موقع في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وسؤاله عن مراحل تعلم برنامج أكسل تكون إجابته كالتالي. سوف نشاهد في هذا الفيديو المراحل الأربعة التالية، ولا تنسوا مشاهدة باقي المراحل في الفيديو الموالي. لنبدأ. عند فتح البرنامج نجد أولاً شريط العنوان والذي يظهر اسم التطبيق بالإضافة إلى اسم الملف المفتوح في أعلى الشاشة. ثانياً شريط الوصول السريع والذي تم تصميمه لتجميع الأوامر الأكثر استخداماً مثل القيام بعملية حفظ المستند والطباعة السريعة. ثالثاً شريط القوائم ويوفر لنا الوصول إلى الوظائف المختلفة لجدول البيانات مثل الوصول لخيارات الملف كالصفحة الرئيسية والإدراج وتخطيط الصفحة وغيرها، وسنراها بالتفصيل. رابعاً مؤشر الموقع ويعرض عنوان الخلية النشطة. خامساً شريط الصيغ، ويقوم هذا الشريط بعرض إحداثيات الخلية المحددة والمعلومات التي تم إدخالها. سادساً ورقة العمل، حيث أن كل ملف إكسل يتكون من ورقة عمل واحدة أو أكثر يمكنك إضافتها باستخدام زر زائد. سابعاً الصفوف، وتكون أفقية ومرقمة من 1 إلى 1,048,576 في الإصدارات الحديثة. كل صف يمثل موقعاً محدداً في ورقة العمل. ثامناً الأعمدة، وتكون عمودية ومرقمة بالحروف الأبجدية A B C D. كل عمود يمثل موقعاً محدداً في ورقة العمل. ننتقل للجزء الثاني من العنوان الأول، والذي سنستعرض فيه شرائط القوائم، حيث يتكون من Accueil. أو استقبال، وتضم أهم العناصر التي سنحتاجها، وأولها هذا الجزء، والذي نجد فيه كل ما يتعلق بالقيام بعملية النسخ هكذا. واللصق هكذا. ولا تنسوا أهم شيء في التعلم، وهو تطبيق ما ترونه. أما عملية نسخ التنسيق فتكون بهذا الشكل، حيث نقوم بنسخ الخلية الجاهزة ثم اختيار هذه المكنسة. بعد ذلك نقوم بالضغط على الخلية المراد تثبيت التنسيق الجديد عليها. نجد أيضاً هذا الجزء، وهو مكلف بكل ما يتعلق بخط الكتابة في الخلية. سنكتب هذه الكلمة بالضغط مرة واحدة في الخلية، ثم البدء بالكتابة مباشرة. بعد ذلك سنختار نوع الخط من هنا، وجعل الخط غليظ من هنا، وجعل الخط مائل من هنا، ووضع سطر تحت النص من هنا، واختيار حجم الخط أو تكبيره أو تصغيره من هنا. ولاختيار لون الخط من هنا. لتلوين الخلية من هنا. والوضع خطوط في الجدول من هنا. ننتقل إلى جزء مهم جدا، وهو alignement. ولكن قبل البدء سنتعرف معلومات مهمة، وهي كيف يمكنني التحكم في حجم السطر، يعني تقليص أو زيادة حجمه. نأتي إلى أسفل رقم السطر إلى غاية الحصول على علامة زائد كما تشاهدون، ثم نقوم بتحريك الفأرة أعلى وأسفل حتى نحصل على الحجم الذي نريد. وكيف يمكنني التحكم في حجم العمود؟ لزيادة أو تقليص حجم العمود نأتي إلى جانب حرف العمود إلى غاية تحول السهم إلى علامة زائد أيضاً، ثم نقوم بتحريك الفأرة يميناً ويساراً هكذا تماماً.
من هنا نجعل النص داخل الخلية في الأعلى. من هنا نجعل النص داخل الخلية في الوسط. ومن هنا نجعله في الأسفل. من هنا نجعل النص في اليمين. من هنا نجعل النص داخل الخلية في الوسط. ومن هنا نجعله في اليسار. من هنا نجعل النص داخل الخلية مائلاً. لاختيار ميال معين أو إزالته نذهب إلى هنا. هذا الزر لتحريك النص داخل الخلية إلى اليمين، وهذا الزر لتحريكه إلى اليسار. أما هذا الزر فهو خاص بتحديد اتجاه النص داخل الخلية. ننتقل إلى المجموعة الخاصة بالأعداد. تابعوا معي وركزوا ولا تنسوا تطبيق ما تعلمتموه. إذا كان محتوى الخلية عبارة عن نص عادي، فإننا نضغط على هذا الاختيار. إذا أردنا أن نكتب مبلغاً مالياً بجانبه عملة نقدية، فإننا نضغط على هذا الاختيار، ويمكننا تغيير العملة من هنا. أما إذا كان محتوى الخلية عبارة عن تاريخ، فيكون إما قصير هكذا أو طويل هكذا. إذا أردنا أن نكتب نسبة مئوية بجانب العدد، فإننا نضغط على هذا الاختيار، أو هذا الزر. أما إذا كان محتوى الخلية عبارة عن قسمة عددية، فإننا نختار هنا. هذا الزر يضيف فاصل الآلاف. وهذا الزر لتقليص عدد الأصفار بعد الفاصلة، وهذا الزر لزيادة عدد الأصفار بعد الفاصلة. سنكتشف الجزء الخامس والذي له أهمية كبيرة في إكسل، إنه ستيل. قبل شرح هذا الجزء، يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه للقيام بأي عملية يجب البدء أولاً بتحديد الخلية أو الخلايا المستهدفة.
ولهذا لتحديد خلية أو أكثر فإننا نقوم بالضغط مرة واحدة بزر اليسار للفأرة في وسط الخلية ثم تحريك الفأرة بعد ذلك مع عدم رفع الإصبع حتى ننتهي من عملية التحديد كما تشاهدون. لتحديد عمود واحد نقوم بالضغط فوق حرف العمود في الوسط كما تشاهدون. أما لتحديد أكثر من عمود، فإننا نقوم بالضغط بزر اليسار للفأرة في وسط حرف العمود الأول، ثم تحريك الفأرة بعد ذلك مع عدم رفع الإصبع حتى نصل إلى العمود الأخير. لتحديد سطر واحد، نقوم بالضغط فوق رقم السطر باليسار في الوسط كما تشاهدون. أما لتحديد أكثر من سطر، فإننا نقوم بالضغط بزر اليسار للفأرة في وسط رقم السطر الأول، ثم تحريك الفأرة بعد ذلك مع عدم رفع الإصبع حتى نصل إلى السطر الأخير. بالنسبة لتحديد الورقة بأكملها، فإننا نقوم بالضغط بزر اليسار للفأرة في هذه الزاوية بين الأعمدة والسطور، ثم نقوم بعد ذلك إما اختيار نوع الخط أو القيام بعملية أخرى. في إكسل يمكنك تطبيق الأنماط ستيل على الخلايا لتغيير المظهر العام للبيانات بشكل سريع وسهل. مثلاً إذا أردت تلوين بالأحمر نقاط التلاميذ التي تفوق 16 لتمييزها عن باقي النقط الأخرى، فإنني أتبع هذه المراحل، ولكن بعد تحديد الخلايا التي تحتوي على النقط. يمكن مسح هذا الشرط بهذه الكيفية وكما العادة بعد تحديد الخلايا. يمكن أيضاً استعمال هذه الخاصية في البحث عن كلمة معينة في خلايا محددة، فمثلاً سأقوم بتلوين وتمييز التلميذ لينو باللون الأحمر من خلال هذه المراحل. يمكن مسح هذا الشرط بهذه الكيفية وكما العادة بعد تحديد الخلايا. يمكن تمييز أيضاً الأرقام التي تحتوي على القيم العشرة الكبيرة كما في هذا المثال، ودائماً لا تنسوا تحديد الخلايا. يمكن مسح هذا الشرط بهذه الكيفية وكما العادة بعد تحديد الخلايا. هناك عدة نماذج أخرى جاهزة، بحيث تمكننا من التمييز السريع بين الأرقام، كما في هذا المثال، ويمكنكم تجريبها لزيادة إتقانكم برنامج إكسل.
لإعطاء نظرة جميلة لجدولنا، هناك قوالب ملونة جاهزة نختارها من هنا بعد القيام بعملية تحديد الجدول، كما في هذا المثال. أو يمكن تلوين الجدول، سواء بلون خفيف أو متوسط أو داكن من خلال هذا الاختيار.